Unit 1. Let's learn together. الوحدة الأولى، سنة تالتة ابتدائي. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هناخد مع بعض الوحدة الأولى. ركز وصحصح معايا كده ويلا بينا. Lesson 1. Greetings and introductions. في الدرس الأول بنتعرف مع بعض على vocabulary. هنتكلم فيها عن التحية والتعارف ما بين الناس. vocabulary دي أول جزئية موجودة عندك في الكتاب. vocabulary listen, repeat and practice. اسمع معايا كويس وكرر وكمان مارس. greetings، أول كلمة دي اسمها greetings يعني التحيات. لما نشوف حد لأول مرة وعايزين نقول له مرحبا عامل ايه، هنقول له hello. hello H-E-L-L-O hello عفوا. good morning. good morning يعني صباح الخير. good morning. how are you. how are you. how are you. how are you يعني كيف حالك. لما نشوف حد عايزين نسأل عنه انت عامل ايه وايه اخبارك، بنقول له how are you. I'm fine thank you. هيرد عليا يقول لي انا بخير شكرا. I'm fine thank you. nice to meet you. لو انا مبسوط قوي اني شفت الشخص ده فبقول له nice to meet you. nice to meet you. اوكي، يعني ايه nice to meet you؟ يعني انا سعيد ان شفتك. nice to meet you. اوكي، طيب لو انا مبسوط وعايزه اقول له see you later. see you later يعني ايه؟ يعني اراك لاحقا. goodbye. goodbye خلاص بقى باي باي. اوكي، نقولهم تاني سريعا. يلا قول معايا. hello. good morning. how are you. I am fine thank you. nice to meet you. see you later. goodbye. excellent. حلو قوي. introducing yourself. ازاي هتقدم نفسك؟ introducing yourself. my name is. أول كلمة هتقولها my name is، وتكتب هنا في المنطقة الفاضية دي اسمك. أو ممكن تقول I am وتكتب برضو هنا إيه اسمك. أوكي. أوكي، نيجي هنا الجزء ده بيقولك I'm from Egypt. I'm from Egypt. I am وتحط هنا العمر بتاعك years old. I am 8 years old. I am in primary 3. وطبعا عارفين ان I'm in primary 3 يعني انا في سنة تالتة. برافو يا سنة تالتة. practice with your friends. practice with your friends. مارس مع صحابك بقى. لو هيجي 2 من صحابك انت وواحد صاحبك تقول له good morning. what's your name. good morning. what's your name. فهو هيرد يقولك my name is، وهنا هيكتب اسمه في الجزء ده. nice to meet you. مبسوط قوي اني شفتك. switch roles and repeat. طبعا بتبدلوا الادوار وبنكرر. الجزء اللي بعده write the correct letter A to D. يعني هنكتب هنا اللتر A B C D حسب ايه التوافق هنا مع اللي قصادهم. okay. number 1. good morning. how are you. nice to meet you. see you later. يا ترى هيمشوا مع مين؟ تعالوا نشوف ايه. when you check on someone. when you check on someone لما تطمن على حد. تطمن على حد هتقول له ايه بقى؟ good morning. no. how are you. عامل ايه؟ اكيد هي دي. let's go. يبقى هنا هنحط letter A. اوكي، هنا هتكتب ايه؟ letter A. في الجزء ده جديد when you meet someone new هتقول له ايه بقى؟ انت اول مرة تشوفه، هو شخص جديد، فانت لازم تقول له انا اتشرفت جدا بمعرفتك. فين كلمة اتشرفت بمعرفتك؟ good morning ولا how are you ولا nice to meet you ولا see you later؟ ايوه برافو. nice to meet you. nice to meet you هي دي. هيبقى هنكتب هنا letter B.
Okay. When you say goodbye. When you say goodbye. عندما تقول goodbye مع السلامة. بتقولها امتى بقى goodbye؟ good morning ولا see you later؟ لما بتكون عايز تمشي تقول كلمة see you later. excellent. هنا هنحط ايه؟ see. برافو. آخر واحدة when you meet in the morning. when you meet in the morning انت شفته in the morning. morning في الصباح، يبقى أكيد هقول له ايه؟ good morning. super excellent. هنحط هنا letter D. ممتاز جدا. أنا فرحانة أوي إن انتوا حليتوا معايا الأسئلة دي. أسئلة سهلة وبسيطة وبالراحة. ممكن انتوا تترجموا الكلام اللي موجود هنا. لما هتترجم الكلام الموجود هنا هتلاقي نفسك حليت ببساطة. هنلاحظ هنا ان كلمة when متكررة معايا، معناها عندما. you متكررة برضو، فما تقلقش من الكلام ده. لما انت او عندما انت تطمن على حد فانت بتقول له how are you. لما انت او عندما انت بتشوف حد جديد فتقول له ايه nice to meet you. عندما تقول goodbye تقول see you later اللي هو أراك لاحقا. عندما ترى حد أو تقابل in the morning في الصباح فأكيد بتقول له إيه good morning. بسيطة إن شاء الله. يا رب تكونوا فاهمين ومستوعبين لحد دلوقتي. meeting in new friends. listen, repeat and act with a friend. اسمع كويس وحاول إن أنت تمثل اللي هيحصل ده مع واحد صاحبك. هنا في الأول في الجزء الأولاني ده بيقول إيه؟ hello سارة ولينا بيتكلموا مع بعض. سارة دي اسمها سارة ودي لينا، وليكن البنتين الحلوين اللي تحت سارة ولينا. فسارة بتقول لها hello good morning how are you I'm fine thank you how are you. الله الكلام متكرر يا مس. ادي هي قالت لها how are you ردت عليها وقالت لها how are you برضو، بس بعد ما قالت I am fine. وكلمة I am fine دي معناها أنا بخير. اوكي I am fine thank you. لازم نشكر أي حد يقول لنا أنت عامل إيه، فبقول له أنا كويس شكرا. how are you أرد عليه بقى أنت عامل إيه. سارة قالت لها I'm fine too أنا كويسة برضو. thank you. what's your name. my name is لينا أنا اسمي لينا. what's your name وأنت كمان اسمك إيه؟ قالت لها my name is سارة. يبقى اسم سارة أهو سارة. how old are you عندك كام سنة؟ I'm 8 years old I'm in primary 3 أنا عندي 8 سنين. I'm 8 years old I'm 8 years old أنا عندي 8 سنين وأنا في سنة تالتة in primary 3. nice to meet you سارة. nice to meet you too لينا. اتشرفت بمعرفتك يا سارة. سعيدة إني شفتك يا سارة. قالت لها وأنا كمان مبسوطة قوي. كلمة كمان too. كلمة كمان يعني أيضا أو too معناها أيضا. أوكي see you later see you later see you later يعني أراك لاحقا. goodbye الكلام ده بيتقال في نهاية الحديث. خلصت كلامي مع أي حد بالإنجليش وعايزة أقول له مع السلامة أو أشوفك بعدين فأنا بقول له إيه؟ فبقول له goodbye أو see you later. أوكي fill in draw and act with a friend. fill in the blanks with your own information. البلانكس دي النقط دي عايزينك تكملها your own information يعني معلوماتك انت الخاصة. hello my name is وتكتب هنا اسمك. I am years old أنا عندي كام سنة. I'm in primary nice to meet you. فأنت تكتب هنا اسمك وعندك كام سنة. طبعا هنا 8 مثلا. I'm in primary 3 تكتب هنا 3. برافو. draw a picture of yourself and your friend. ممكن تكتب هنا ترسم نفسك وزميلك أو ترسمي نفسك وترسمي زميلك. ماشي يا قمر اهو. ممكن تعملي شعرك كده وتعملي صاحبتك كده أي شكل بقى ترسموه مع بعض for fun يعني. practice with friends take turns. okay lesson 1 use the words belong to complete the dialogue. دلوقتي جه وقت التدريب على الكلمات اللي خدناها. المفروض ان الكلمات دي انت ان شاء الله بتكون حفظتها كويس خالص.
اللي هي ايه يا مس؟ كلمة hello اهي، كلمة hello، later، fine، name، meet، goodbye، morning، years. الكلام ده بتبقى خلاص عرفته، تقدر تتملاه او تكتبه وحافظ هو معناه ايه كويس عشان تعرف تحطه هنا في النقط دي. يعني التمرين ده ما تحلوش او ما تخليش ابنك او بنتك يحله الا لما يكون خلاص حفظ الكلمات اللي اتكلمنا عنها من شوية صغيرين. تمام، خلاص حفظنا الكلمات او مركزين دلوقتي وجاهزين او احنا حافظينهم شوية وخلاص فهمناهم واستوعبناهم في خلال الحصة. يلا بينا نحل مع بعض. student A student B، معانا two friends، صديقين بيتكلموا مع بعض. فهنا في كلام، هنا دوتس، نقط اهي. my dot is مريم. عايزة في تحية هنا هيكون في تحية، ماشي. وبعد كده قالت أنا اسمي مريم. جود حاجة my name is آدم. فالأول خالص هنا هتكون إيه؟ طيب في الجزء الأولاني الكلمة الوحيدة اللي ممكن تنفع معايا كتحية هتكون كلمة hello. فبنكتب مع بعض كده H-E-L، ثواني، H-E-L-L-O. اوكي، نيجي في الجزء اللي هنا ونكتب ايه؟ my name. هناخد الكلمة اللي هي الكلمة دي هي الوحيدة اللي تنفع معايا، N-A-M-E. my name is مريم. برافو، my name is مريم. برافو. نيجي هنا good ايه بقى؟ good الوحيدة اللي هتنفع معايا. ايوه فكروا كويس. good morning. برافو، good morning يعني صباح الخير. ونكتب M-O-R-N-I-N-G. morning. good morning. excellent. how are you آدم؟ عامل ايه يا آدم؟ قال لها I am حاجة. اللي يقول لك عامل ايه بترد تقول له I am ايه؟ I am hello. لا hello أخدناها. later ولا fine؟ yes I'm fine. يبقى هنا هنكتب كلمة fine اللي هي F-I-N-E. I'm fine. okay. how are you؟ I'm 8 years old. I'm 8 ايه الكلمة اللي بتتكتب هنا وموجودة فوق؟ أيوة كلمة years. excellent. يبقى هنا هنكتب years Y E A S or S. nice to ايه؟ meet you. برافو، أنا سامعاك كويس خالص على فكرة. nice to meet you. تمام، طلعها شوية لفوق كده، ماشي. see you، بعد see you بنحط كلمة ايه؟ برافو برافو برافو. see you later. see you later يعني أراك لاحقا. see you later. see you later. كرر معايا see you later. طب حد قال لي see you later هرد أقول له ايه بقى؟ ما احنا الكلام ده كله كده استخدمناه. الوحيدة اللي لسه باقية معانا كلمة goodbye. حد قال لي أشوفك بعدين، فأنا أرد أقول له goodbye. good G-O-O-D by B-Y-E. برافو يا حلوين. تمام. complete the sentence using your own words. الكلمات اللي جاية الجمل دي كملها بمعلوماتك انت الخاصة. انت اسمك احمد، هتكتب هنا احمد. عندك كام سنة يا احمد؟ عندي 8. اكتبها هنا I am from ايه؟ from Egypt، من مصر. كلنا من مصر صح كده؟ طيب تعالوا بقى نكتب هنا مثلا وليكن احنا اسمك احمد مثلا او ايا كان. انا هكتب letter A، just letter A وخلاص، وهنزل تحت. انت تكتب اسمك كامل هنا. لو انت عندك 8 سنين فانت هتكتب letter 8 number 8 sorry. وهنا هنكتب I'm from Egypt. طب Egypt بنكتبها ازاي؟ E G Y P T Egypt. اوكي، ننزل كمان تحت كده نشوف الصفحة اللي بعدها. listen to the dialogue and choose the correct response. يعني هنشوف دلوقتي الديالوج اللي قدامي ونشوف انهي اجابة اكتر ملائمة. جاهزين؟ دي لعبة جميلة وسهلة ان شاء الله. Hello Sammy, how are you؟
خلاص عرفنا ان hello يعني مرحبا، عامل ايه يا سامي، و how are you كيف حالك. طب سامي ده المفروض يرد يقول ايه لما حد يقول له how are you؟ see you later ولا how are you ولا I'm fine thank you؟ فكروا كويس. حد قال لي how are you هقول له ايه؟ yes excellent برافو I'm fine thank you. هنختار جملة I'm fine thank you. I am fine يعني أنا بخير. I'm fine thank you. thank you يا ريت نقول thank you ما نقولش thank you لأ، نقول ايه؟ thank you excellent. let's go. good morning Rana. good morning Rana. good night ولا good morning ولا how do you do؟ حد قال لي صباح الخير اكيد هقول له انا كمان صباح الخير. يعني بتقول لي good morning ارد واقول لها ايه؟ good morning excellent. برافو برافو انتوا جمال جدا وحلوين والدرس سهل ان شاء الله وفهمناه كويس خالص. nice to meet you ندى. nice to meet you ندى. حد بيقول لي انا مبسوطة اني شفتك يا ندى. خلاص خلصنا الكلام خالص، فانا هقول لها nice to meet you too. انا كمان سعيدة اني شفتك. نحط circle على number 2. كمان هنا بيقول see you later. لما حد يقول لي see you later مع السلامة بقى، يبقى انا هقول له ايه؟ برافو 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 goodbye احسنت good job. اخترنا كلمة good job. وبكده يا سنة تالتة نكون خلصنا الدرس الأول في unit 1 lesson 1. كان درس جميل ورائع، أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معايا. أشوفكم إن شاء الله في الدرس التاني. goodbye.